ساعة شيري. السلام عليكم. مثل ما شفتوا بداية الفيديو راح اتكلم ان شلون تبنيت اول قطوة من بعد 60 سنة من اقناع الوالدة اني اتبنى، بس شنو بشروط. اول شيء ما تقرب يمها او تمسكها. وبالاخير شنو صار؟ مسكته وقام تحطها على الحضنة. بعد قام ادور بالانستغرام على صفحات تحطون صور حق تبني القطاوة، فلقيت لي واحد واتفقنا على الموعد، وقلت له خلاص انا راح اخذ القطوة باكر اللي هو يوم كان السبت. فالحين شنو اسوي؟ راح اروح اشتري اغراض لها. وشنو المكان المناسب؟ اللي هو بيتزون. بيتزون هو مكان معروف عندنا بالكويت، عندهم كل المستلزمات اللي تبونها مثل الاكل الجاف والاقفاص والالعاب وغيره. هذه الأغراض اللي شريتها، وخلنا نروح نستقبل القطوة. طبعا من الحماس قعدت على الساعة 9 وبس جبت القفص مالها علشان بس اخذها منهم. ابي اوديها الفحص حق العيادة اشوف اذا فيها مثلا امراض او شيء كذي. وبهالوقت راح اقول لكم شنو الاسم اللي سميته. طبعا القطوة هي انثى وسميتها شيري. راح تقول لحظة، شيري هذا اسم ولد؟ يب هذا اسم ولد، بس شنو، خل اقول لكم قصة. انا توني من فتره كنت مخلصه شارلوك هومز شابتر 1 اللي هو على البلايستيشن 5. صراحه يعني شخصيه شارلوك هومز من الشخصيات المفضله عندي، فلما جو كان ينادي بشيري خلاص علقت بمخي. Come on, Sherry. Hey, Sherry. Come on, Sherry. Say, I am the law. واي حد ثاني اذا سال ليش انت سميتيه كذا يقول لهم لا عادي شيري يعني توت شيري. دزيت بالواتساب انه خلاص دز اللوكيشن بيتكم عشان اني ناخذه. نطرنا 5 دقايق 10 دقايق نص ساعة. قلنا ايش في طول هذا مو قاعد عليه ولا على اتصالاتي. قلنا خلاص هذا سحب علينا. ضينا البيت. فبعدين الحمد لله بعد فترة قصيرة لقيت هم من قطوة ثانية. تواصلت معاها وعلى طول قلت لها دزي اللوكيشن من الليل، ما ابي لما اروح المنطقة بعيد دزيلي. قالت اوكي. كان احنا ناطرينهم برا البيت ما يدون قاعد اصورهم. من بعد ما خذيتها على طول وديتها العيادة والحمد لله ما فيها اي مرض. ليش انظر زيادة؟ خلينا نوديها غرفة. اول ما وديتها غرفتي على طول حاشت خايفة وراحت تحت القنفة. قعدت معاها يوم كامل ويعني بس خليت مسافة بيني وبينها. بطلت عيني ولا شفتها قامت تعض العابي. ما تحركت او شيء كذي، لا خليتها تتعود عليه. بس بالنهاية همن راحت نامت عند بيتها. شوفوا اذنها بس طالع. فشنو سويت عشان اعودها تطلع برا؟ قام استدرجها عن طريق الاكل. شوف حجمها صار صغير. قامت تشرب ماي بعد الحمد لله. ما تقدر تاكل الاكل البحري لانه ما يناسبها. وشوي شوي صارت تتعود وتنام باماكن قريبة مني، بس اذا انا ما كنت موجودة ترد تحت القنفة وتنام تحت. حيل تعودت علي وانا هم تعودت عليها، وصارت تبي تستكشف المكان. لازم مكتبي اول شيء. كنت قام العب ايدنتي بالباك جراوند. ما احلى على اللعب الا بالليل، وبس تخلص تروح تنام عند وجهي. وهذا ثاني يوم من بعد ما جيت من الدوام. هذا كان ردة فعله. طبعا الغرفة سويت عليها تعديلات، جبت العاب وكذي يعني مستلزمات القطوة. راح تشوفون بعدين. الحين قام اناديها ادري انها ببيتها. طلع الصوت. شي
لما أجي من الدوام أنا موقتته إنه يكون نفس موعد أكلها. هني يهاجرون البقر. يعني شوي شوي قام أشتري لها ألعاب، وهذه واحدة منهم. هالأغراض كلها شريتها من محل اسمه بيت بان، راح أحط موقعهم صندوق الوصف حق أي أحد يبي. عدت مرة ثانية قاعد تلعب. وهذا المزعج شريته لما أكون بالدوام عشان تلتهي فيه. من بعد الأكل واللعب تعبت وراحت نايمة.
مع مرور الأيام صارت تلحقني من كل مكان، ما قد تخليني مثل هني. واني كنت قام ارسم حق تويتش. شوفوا شو نايمة. وهم لما كبرت زيادة غيرت لها الماي، خليتها كناف ورد. طبعا قاعد تشوفه كأنه مخلوق فضائي، بس شوي شوي قامت تتعود عليه. وبالليل لازم تشوف شنو قام اتابع. ويا وقت تطعيمها الأول. بهالوقت طلعت برا القفص عشان تشوف المناظر، كذا تبي تنزل. هني احنا كنا ناطرين دور وخلصنا. صارت هادية ما عجب التطعيم. هم النوم، كملت نومتها اللي بالليل. شوي شوي هني قام تكبر وقام يكبر الخبال معاها والعض. يقولون لما القطوة تعض صاحبتها يعني تحبها، واضح. اي نام يا البريئة، باكر راح نروح نقص شارب شوف شو راح تسوين. بس شنو هذا راح يكون ببارت ثاني بفيديو ثاني راح انزل بالمرة القادمة ان شاء الله. وشكرا على حسن مشاهدتكم ونشوفكم على خير.